صباح الخير عليكم، أتمنى يا رب إن انتوا تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة جميلة أوي، طعمها مختلف تماما عن باقي وصفات الكيك. هنعمل مع بعض كيكة دقيق الذرة بطعمها المميز. هي لوحدها سادة كده تحفة، مش محتاجة انك تزينيها. ممكن تاكليها جنب أي مشروب دافي. تعال نبدأ بالمقادير. عندي كوباية حليب، ضفت عليها معلقة كبيرة من عصير الليمون، أنا عايزة الحليب يبقى رايب. نص كوباية زيت، كوباية سكر، عندي نص كوباية دقيق، ضفت عليها 2 معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. عندي كوبايتين ونص دقيق ذرة. عندي 3 بيضات وضفت عليهم نص معلقة صغيرة فانيليا. وعندي معلقة كبيرة بشر برتقانة أو بشر ليمونة، أو ممكن كمان تستغني عنهم. بضيف كل المكونات السائلة في الخلاط مع بشر البرتقانة والسكر واضربهم كويس. بقلب كل المكونات الجافة مع بعض، الدقيق الذرة ودقيق القمح والبيكنج باودر ورشة الملح. بضيف عليهم الخليط اللي ضربته في الخلاط، وأكون مجهزة كده صينية مقاس 23 في 30، أدهنها سمنة وبطنها بدقيق. أحط الخليط ده في الصينية، أخبط الصينية كده عشان لو فيها أي فقاعات تطلع. بدخلها فرن درجة حرارته 160 في الرف اللي في النص. وازاي اعرف ان هي استوت؟ لما بحط فيها خلة وتطلع نضيفة. هتاخد حوالي من 20 ل 30 دقيقة، او حسب الفرن او حسب حجم الصينية اللي انت استخدمتيها. طعمها حلو جدا، طعم مختلف ومميز بجد تحفة. بألف هنا، واشوفكم على خير ان شاء الله، وباي باي.